السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعيني الأعزاء في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح، وبعنوان العلاج الطبيعي بعد الجلطات الدماغية. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تضغطوا اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. احنا هنا النهاردة بنتكلم عن العلاج الطبيعي بعد الجلطة الدماغية، وبنقول إن العلاج الطبيعي بعد الجلطة مش رفاهية، ده عنصر أساسي في خطة التعافي. هدفه مش بس نحسن حركة المريض، لكن نرجع له استقلاله وثقته بنفسه. كل جلسة بتساعد المريض يرجع يتحرك وياكل ويلبس ويدخل الحمام لوحده. الاستقلال ده هو مفتاح الحياة الكريمة بعد الجلطة. الجلطة الدماغية بتحصل لما جزء من المخ ما يقدرش يوصل له دم كفاية. الدم بيحمل الأكسجين والغذاء للمخ، فلما بيتوقف الخلايا العصبية بتموت في المكان ده، وده بيأثر على الوظيفة اللي كان مسؤول عنها الجزء ده من المخ، زي الحركة أو الكلام أو التوازن. يعني مثلا لو الجلطة في الجزء المسؤول عن حركة الإيد والرجل، الشخص هيلاقي صعوبة أو ضعف في الناحية دي. طيب إحنا عندنا نوعين أساسيين من الجلطات، وهما الإسكيميك ستروك أو الجلطة الإخفارية، ودي بتحصل بسبب انسداد في شريان، وده النوع الأكثر شيوعًا، يعني بيمثل حوالي تقريبًا 85% من الحالات. النوع التاني وهو الهيموراجيك ستروك اللي هو الجلطة النزفية، ودي بسبب نزيف داخلي في المخ نتيجة انفجار شريان، وغالبًا بتكون أخطر. العلاج الطبيعي بنبدأه بعد استقرار الحالة سواء في النوع الأول أو التاني، وبنحدده حسب الحالة الفردية لكل مريض. إيه أشهر الأعراض الجلطة الدماغية؟ إيه اللي المفروض نعمله لمّا نحس بيها أو نواجهها؟ ضعف مفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق خصوصًا في جانب واحد، صعوبة في الكلام أو الفهم، صداع شديد مفاجئ، دوخة أو فقدان توازن مفاجئ. دي أعراض تحذيرية، لو حصلت لازم تتوجه لأقرب مستشفى فورًا، لأن الوقت يساوي خلايا دماغية بنحاول ننقذها. الجلطات ليها أسباب كتير وأغلبها ممكن نتحكم فيه، زي ضغط الدم المرتفع وده أكتر عامل خطر، مرض السكر، التدخين، السمنة، قلة الحركة، أكل غير صحي، التوتر المزمن، وجود تاريخ عائلي. بعد ما المريض يتعافى من الجلطة العلاج الطبيعي بيساعد، لكن كمان لازم نشتغل على نمط الحياة علشان نمنع تكرارها. إزاي الجلطة بتأثر على الحركة؟ الجلطة ممكن تسبب شلل نصفي أو ضعف في عضلات الجسم، تيبس أو تشنج عضلي، فقدان القدرة على أداء المهام اليومية زي الأكل أو اللبس أو المشي. العلاج الطبيعي بيركز على استعادة المهارات دي خطوة بخطوة، من خلال تمارين تقوية وتحسين التوازن وتنشيط الأعصاب. كتير من المرضى الجلطات بيعانوا من اختلال التوازن وعدم التنسيق بين حركات الجسم، وده بيخليهم عرضة للوقوع. العلاج الطبيعي هنا بيركز على تحسين ثبات الجسم، تقوية العضلات الأساسية زي الكور ماسلز، تعليم المريض ازاي يقف ويمشي بأمان، تدريب على استخدام الأجهزة المساعدة زي العكاز وزي المشاية. الجلطة مش بس بتأثر على الجسم، بتأثر كمان على النفسية، من اكتئاب وإحباط وفقدان الأمل واضطرابات نوم. والدعم النفسي هنا جزء مهم من خطة العلاج، والمشاركة في جلسات العلاج الطبيعي ممكن تحسن الحالة النفسية بالتدريج من خلال الاستقلال والنجاحات الصغيرة. هنا احنا عملنا لكم مجموعة نصائح عملية لو أخدنا بيها هتحدث معانا تحسن ملحوظ في حالتك، وهنحس بعدها بتقدم في الحالة بشكل كبير. أولها ابدأ العلاج الطبيعي في أقرب وقت ممكن. وفقا للأبتا التدخل المبكر بالعلاج الطبيعي بعد الجلطة الدماغية يساعد بشكل كبير في استعادة الوظائف الحركية وتحسين التوازن والمشي. اتنين، الحركة اليومية ضرورية حتى خارج جلسات العلاج. الحركة المستمرة حتى لو بسيطة بتسرع عملية إعادة تأهيل المخ، اللي هي بنسميها بالنيورال بلاستيستي. الالتزام بجداول الجلسات والتمارين المنزلية بحسب الورد ستروك أورجانيزيشن. الانتظام أهم من كثافة التمارين، حتى التمارين القصيرة يوميا بتؤدي لتحسن ملحوظ. التكرار المتعمد للحركات هو أساس بناء المسارات العصبية الجديدة، لأن عقلك بيحتاجها بشكل كبير لإعادة التعلم. الحفاظ على وضعية سليمة بيساعد في تجنب التقلصات وتشنجات العضلات خصوصا في الذراع والكتف المصاب. لذلك ينبغي جدا ناخد بالنا أثناء الجلوس وفي النوم وفي الحركة بتاعتنا عموما.
كل مجهود صغير له قيمة كبيرة، حتى محاولة الوقوف أو تحريك اليد المصابة بتساعد المخ في إعادة التوصيل العصبي. الجسم محتاج طاقة عشان يتعافى وسوائل كفاية لتجنب الجفاف ومشاكل الضغط، فلازم جدا نراعي العيان بتاعنا من حيث التغذية السليمة والمياه، وده جزء من خطط التعافي له دور كبير جدا. القلق أو الاكتئاب شائع بعد الجلطة، لكن الدعم النفسي والمشاركة في جلسات العلاج بيحسنوا المزاج ويخلوا الجسم يستجيب أسرع. دور الأسرة كبير في دعم المريض نفسيا وبدنيا، وكتير من التمارين ممكن تتعمل بمساعدة شخص من العيلة. الدراسات بتقول إن حتى بعد شهور من الجلطة ممكن يحصل تحسن ملحوظ بالتزام التمارين والعلاج الطبيعي. نرجو أن نكون أفدناكم، وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في فيديو جديد من قناتكم عيشها صح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.